جمهور النادي الافريقي انقذ النادي الافريقي. النادي الافريقي غارق، كان النادي الافريقي كان يحتضر، مش غارق، كان يحتضر بالديون وبالمشاكل وبالقضايا وبالنتائج الكارثيه، يحتضر وبمسؤولين ملاحقين قضائيا، كان يحتضر. حقيقه جوز منهم فرجي مش كل واحد ياخذ حقه. يعطاك 11 مليار ونص. ثم الجمهور النادي الافريقي، جمهور النادي الافريقي انا ناكد لك نعرف اشخاص خلى عائلته بالشر باش يحكي فلوس النادي الافريقي. صحيح. خلى عائلته مش ما قضاش قضيه لعائلته باش يعطي فلوس النادي الافريقي. وقت اللي يجيك امين مال والناطق الرسمي نتاع النادي الافريقي يقول لك المداخيل نتاعنا 95% من الجمهور. بي اس جي اللي عنده لي زابوني وعنده البارك دي برانس وعنده 50,000، معناها كل المقابلات عنده 50,000 جمهور. ميزانيه نتاع الجمهور نتاعو مداخيل النادي في ميزان 15%، 15%، وعنده 50. جمهور الافريقي 95%. انا ذاك علاش وقت اللي قال لي جمهور اعطانا توكيل للمسؤولين باش نديروا، قلت له لا، انتم لا تعطوا توكيل للجمهور. صحيح. انتم عطيتوا توكيل للجمهور. بالنسبه للجمعيات الكل احكي على اللاعب رقم 12. بالنسبه للافريقي احكي على اللاعب رقم 1، لانه قد ما تحكي عليه والاحتفالات معناها نتاع جماهير النادي الافريقي، سامحني تشوف في الفيسبوك احتفالات جمهوريه الكل، حتى البر وحتى البرة جمهوريه الكل. وانا قلت والله العظيم معناها برشا ناس من الترجي تغشوا عليا وكذا، انا قلت قلت تتويج الافريقي ادخل فرحه على البلاد. صحيح. حقيقة فرحة على البلاد، حقيقة ادخل ديناميكيه جديده على البلاد. حقيقة. رغم اللي والله العظيم لا عندي حتى، والله قلت حقيقة عندي حتى علاقه بالنادي، صحيح، ولا بالترجي ولا ما يهمنيش فيهم، صحيح، ولكن هذه حقيقه. ولا متر في الوضع هذا اللي فيه برشا كساد الحقيقه في تونس، الجمعه هذيك الاولى اكثر حتى من الجمعه اللي هزت فيها النادي الافريقي حافله الحقيقه. بلاد حافله، المكاتب الناس تزغرت وعلامات ولا الادارات والدنيا ومحلاها فرحه على تونس. قطع النظر عن الانتماءات، ترى الاحتفالات بارتو، ترى كذا. انا نفرح، خلي التونسي فرحان، خلي التونسي